السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اسفة على تأخير الفيديوهات، والله النت كان فاصل عندي، لسه دلوقتي شاحنينه وقعد يومين والله عم اجي. النهاردة بإذن الله والشكر لله 10 يوم للفراخ بتاعتي مع يوميات، ويا رب كده دايما معانا. واللي ما دخلش على صفحتي يخش، واللي ما اشتركش في القناة يشترك علشان يوصلكوا كل جديد، يشترك في القناة. وبسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا حبايبي، النهارده يوم العاشر للفراخ اهوت، وانتوا شايفين بالصلاة على رسول الله. يا رب كده دايما ونكبر بيكوا ومعاكوا، وبإذن الله اهما انتوا شايفين صحة فراخي زي الفل. وانا عملت دلوقتي رفعت العلافة معاكم حضراتكم، ديت الخطوة التانية. رفعت العلافة اهوت وحطيتها على الطوبة، والسقاية نفس الوضع، عشان الفرخة كل ما بيكبر عمرها وكل ما بترمي معاكي صدر جميل. ومفيش علاجات ولا أي حاجة غير المضاد حيوي اللي أنا صورته معاكم. والفرخ الفرنساوي ده بيبقى عريان، بيبقى أحلى فرخ بصراحة. وهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليك يا رسول الله. فهو يا حبايبي، وانتوا شايفينهم وانتوا شايفين المكان. وانا كنسلهم امبارح معاكم، ولسه كنت بسقيهم من شويه، حطيت لهم ميه وحط لهم هنا العلافه وفلفلت لهم النشاره برضو عشان ما يكونش فيها حمام ويسقعهم. وانتوا شايفين الفرخ ولسه ما وسعتش خالص زي ما هم كانوا جايين بالعمر، وعملت عشان يفضلوا دافيانين. ومش هعدي عن يعني عن المرحلة دي كتير قوي يعني، لحد ما يتموا 15 20 يوم هبدأ أوسع شوية، يعني حبة صغار قد اللي هم فيها كمان. وما بهويش بقى المكان خالص للآخر إلا لما يكبروا خالص وبقى عليهم ريش ومدفين نفسهم. وبرفع اللمبة أجيبها الجهادي برضه عشان تدفي المكان كله. وفي دواية تانية أنا عاملاها احتياطي برضه، لو الجو بمطر ولا حاجة بحط لمبة تاني عشان يبقوا دافيانين، واضمن صحة سلامتهم ورعايتهم ما يضيعش تعبك خالص. والحمد لله والشكر لله يا حبايبي. العلافة أنا رفعتها عشان لقيت الفراخ خلاص بقت تنكش وبتوقع العلف، والعلف غالي وخسارة. رفعتها لهم عشان لما تاكل كمان زي ما انتوا شايفين كده بالصلاة على النبي، ترمي معاكي صدر كبير وترفع. والعلافة أنا حاطة قصدا إن أنا حاطة العلافة والسقاية جنب بعض عشان هما يبقوا قريبين من اللمبة، والأكل يبقى في يمة واحدة، والعلف ما يبقوش مفردين كده زي ما انتوا شايفينهم كده في الجنب اللي فيه اللمبة، دافيانين وحلوين. والحمد لله والشكر لله. يا رب كده دايما. واكتبوا لي في الكومنتات لو عجبكم الفيديو، ومن انه مكان ومن انه حتة، وعلقوا لي. ويا رب كده اللي عايزة تسأل على أي حاجة أنا هجاوبها، واللي عايزة استشارة هقول لها برضه. والحمد لله والشكر لله. يا رب كده أكبر بيكوا وبجمهوري وبعيلتي وبأهلي وبناسي. يا رب دايما كده معانا على طول، ونبقى مع بعض دايما وافدكم واستفاد. واللي ما دخلش على صفحة يوميات بشار يخش، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصلكوا كل جديد. وشيروا الفيديو خلوه يعني لأكبر عدد من المشاهدين. يا رب كده دايما، يا رب على طول أبقى معلومات جديدة كده وتستفادوا منها بإذن الله. وده هوت اللي عايزة تعمل مشروع وتساعد جوزها، اللي عايزة تعمل حاجة تمشي ورايا على خطواتي، لا فيها كدب ولا فيها نفاق ولا أي حاجة. أنا ما بوزنش يا جماعة عشان أنا ما ببيعش، أنا بربيهم ليا ولبناتي، بديهم عشان ليا بنوتة في المنصورة، فبتصعب عليا لما باكل من الحاجة وهي مش بتاكل. ومعايا بنوتة هنا ومعايا 3 أولاد برضه، والباقي بحطه في التلاجة بياكلوا وبيتغدوا عندي. بيبقى عندي طب عليا حد، انا بعمله مشروع على قد كده، عشان كده انا ما بوزنش الفرق. بس لما بروح اذبح، لان انا مش بذبحهم في البيت، لما بروح اذبح عند بتاع الفراخ بخليه يوزن لي. بتبقى الواحده بالصلاه على النبي معديه 3 كيلو. وفي 2 ونص وفي 3 وفي 2 ونص، يعني ما بيبقاش فيهم حاجه. اصغر واحده كيلو ونص بالظبط، ما بيطلعش عندي واحده 2. وممكن اسيبها في المكان
وتاكل لوحديها كده، وببقى اذبحها انا في البيت دي، اعملها فرخه مشويه في مره. والحمد لله والشكر لله يا رب كده دايما، وتكبر بيكوا القناه واكبر معاكوا، واعملوا لي لايك واشتراك وفعلوا لي زر الجرس ويوصلكوا كل جديد. وبإذن الله والشكر لله محدش هيندم، وهتمشي على خطواتي. أنا كتير من البنات الصغيرين مشوا على خطواتي، والحمد لله والشكر لله يا رب دايما معاني. والحمد لله يا رب كده دايما، واكبر بيكوا وقلتلكوا الخطوة المهمة والأهم: رفع العلافة بعد 10 أيام من عمر الفرخ، والسقاية نفس الوضع عشان ما يتبلوش مية، والفرخة ترمي معاكي صدر. كل ما بتكبر في العمر كل يوم بعدي عليها بتكبر، بترمي معاكي صدر بالصلاة على النبي. وهوريكوا برضه، اللي بوريكوا لحد يوم الذبيح بوريكوا. والبطات بتوعه كبروا وكلناهم وبطتهم باضت والحمد لله، وفضل ونعمة من عند الله يا رب. كده القناة تكبر بتاعت يوميات، واكبر بجمهوري وبعيلتي وبناسي. واللي عايزة تسأل على أي حاجة تسأل، واللي عايزة تقول أي حاجة أنا هرد عليها على طول. واكتبوا لي من أنا بلد، واكتبوا لي في الكومنتات وعلقوا على الفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم في ألف خير.